الفراخ بالبطاطس بتاعتي استوت. انا هقدمها مع رز بشعريه. الفراخ دي حلوه قوي. انا هقول لكم طبعا عملتها ازاي. يلا نبتدي نقطعها. ده شكل الفراخ من جوه. الزبده طبعا ساحت، انا كنت حاطه زبده جوه. بينو شكله حلو قوي، لونها ابيض قوي من جوه. عارفين يعني مش محتاجه مجهود ان انتي تقطعيها. شايفين البطاطس والخضار، طبعا حاطه فيها الصوص بتاعها حلو قوي. الريحه حلوه قوي، ريحه الروزميري حلوه قوي. الطبق حلو جدا، شكله حلو قوي، ريحه حلوه قوي. انا هروح دلوقتي اكل، وطبعا هحط لكم فيديو اقول لكم عملت ازاي الفراخ الحلوه قوي دي. روستد تشيكن مع باتر ومعاها روزميري، حلوه قوي. هحط لكم الطريقه، بس دلوقتي انا هروح اكل. يلا باي باي. اولا هنزل بالبطاطس بتاعتي في قلب صينيه الفرن، وحاولوا تخليها كلها مقاس واحد. بعد كده هنزل بالخضار، فلفل الوان وبصل وثوم. بعد كده هرش كل التوابل بتاعتي على الخضار وعلى البطاطس اللي انا حطيتها في قلب الصينيه. هحط بابريكا وملح وفلفل، ما حطيتش حاجه تاني. بعد ما ارشهم كلهم من فوق على البطاطس والخضار، هقلبهم كويس على بعض. وزي ما انتم شايفين حطيت صلصه، حطيت كوبايه واحده بس. حاولوا ان تكون الطماطم باينه شويه في الصلصه. بعد كده احط نص كوبايه ميه عليها من فوق. برضو هقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين ده شكلها. دلوقتي هنزل بالفراخ بتاعتي، هحطها على البطاطس. بعد ما حطيت كل الحاجات بتاعتي هحط فرختين، انا جايبه فراخ بلدي. ودلوقتي واحد من اهم المكونات بتاعتنا الزبده. هحط قالب زبده صغير قوي مش كبير جوه كل واحده من الفراخ. وبعد كده هجيب الروزميري، احط برده واحده روزميري جوه مع الفراخ. الفراخ دي انا متبلاها ببصل وملح وفلفل قبل ما ابتدي اطبخ. السر بقى اللي هيديها لون وطعم في الخيال، زبده طريه خالص، حط عليها ملح وفلفل وبابريكا. هقلبهم حلو جدا مع بعض علشان كلهم يميكس كده مع بعض. وبعد كده هجيب فرشه ويعني ادهن كل الفراخ من فوق ومن تحت، وبعدين ارجعها تاني على البطاطس. وتاكدوا كويس جدا ان انتوا يعني التتبيله بتاعت الزبده دي مرشوشه عليها، او يعني مدهونه كلها زي ما انتوا شايفين. دخلت الفرن وطلعت ايزي تو ايت. هكتب لكم كل ريسيبي تحت. باي باي.